ما بقولكش تقرب، لكن لو قربت ما تبعدش، وما ألزمتكش توعدني، بس لو وعدت ما تخلفش. ولا عاوزك تسأل، لكن لو سألت ما تختفيش بعدها. ومش هطلب منك اهتمام، بس لو اهتميت ما تهملش. وانا مش مستني تعشمني، لكن اذا عشمتني ما تكسرنيش. ولا هفرض عليك الحب، لكن لو اعترفت لي بيه وعلقتني ما تخذلنيش. يا تخليك قد كلامك، يا تخلي كلامك على قدك. انا في حالي لاقصى درجة ممكنة، ما بطلبش من حد حاجة، ولا بشحت السؤال والقرب. بسيب خوفا من اني اتساب، وبعمل مسافات حفاظا على مشاعري. فما تربطنيش بحبال دايبة وتعلقني، ولما اتشعبط وادي الامان الاقي نفسي واقع على ملا وشي. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تقبل كل العيوب في الناس الا عيب واحد: الكذب. وما حددش اي نوع من الكذب، لكن ساب الباب مفتوح لكل انواعه: كذب الكلمة، الوعد، المشاعر، المحبة. اذا كانت كلمتك بالنسبة لك كلمة وخلاص، فهي بالنسبة لغيرك حياة. الكلمة لصاحبها شرف، والرجوع فيها أكبر عار. اتعلموا الصدق قبل العشق، لأن اللعب بالمشاعر أبشع جريمة.